السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير واحلى صحة وعافية. انا واقفة في الشمس بس انا كده هكون في الظل قوي. بس المهم بقى النهارده اليوم اللي انا قلت لكم عليه وروتين كده بسيط، وهي تجربة برضو مختلفة ليا. انا كنت دايما بفكر فيها لكن ما تممتهاش. انا مكتبة المنصورة ما جيتهاش الا وانا طفلة خالص في رحلة مدرسة اصلا. بس انتوا شايفين اجيبها لكم. حاسه ان انا اللي واقفه انا في مكان خطأ. المهم ان هو العربيه نزلتني هنا، لكن انا المفروض همشي مسافه علشان اروح. بصوا هي هناك اهي، مكتبه المنصوره هناك اهي. المفروض اروح هناك، هنروح هنشوف الدنيا هتبقى فيها ايه وكل ده، وهتكملوا بقى معايا اليوم. انا لحد الان مش مخططه حاجه، انا جايبه كتبي وجايبه دنيتي، وايه المفروض بقى ايه هقعد اذاكر كده، ويا رب يكون فيديو حلو وروتين كويس وتكون حاجه مختلفه عملتها معاكم وايه وشاهدتوها معايا، وقدم فيديو برضو كمان مختلف. بس كده. بصوا عديت الطريق، شبه عديته، بس انا دلوقتي مش عارفه هروح من انهي ناحيه. بس انا بجد 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 ما جاتش من زمان، فيا رب تكون تجربه حلوه، يا رب تكون مفتوحه. بجد انا مش عارفه اي حاجه فيها خالص خالص خالص. كل ذكرياتي فيها وانا صغيره حتى مش عارفه الدخول فيها ازاي. فنشوف بقى. اديني وصلت المكتبه، ادي هي دي المكتبه. هندخل دلوقتي ونشوف الدنيا تكون ماشيه ازاي. زي ما انتوا بقى شايفين، اعتذر ان الفيديو مفيش فيه اي اكتف خالص خالص خالص، مفيش اي حركه. لكن والله بس انا شاركتكم كده، كان يوم بسيط خروجه، خرجت ان انا اغير واذاكر وكده. طبعا في البدايه انا هنا اول ما دخلت قعدت لك طبيعي يعني، لحد ما كنت بهدى بس من الحر والولعه اللي انا كنت داخله فيها. انا كنت رايحه يعني يعتبر بعد الظهر كده، اللي هو على وقت العصر، فكان الحته كانت حر قوي يعني. ثانيا كمان المكتبة كمان جاي لان فيها تجديدات. لما دخلت قال ان هي فيها تجديدات وبيعملوا جرد وكذا وكذا وكذا. المهم بعض الحاجات اللي موجودة فيها مقفولة، يعني مثلا السينما اللي فيها مقفولة، بعض الأعمال اليدوية اللي بتتعمل فيها كمان مقفولة. المكان اللي هو فيه الكتب وكراسي وكده، المكتبة الداخلية اللي جوه كمان مقفولة. مفيش أي حاجة غير إن الناس قاعدين على السلالم وكده وخلاص، وقعدت كده على السلالم، مفيش أي مكان خالص. وكمان والتراس ده بقى حتة واسعة كده، فيها كراسي وترابيزات يعني الموضوع كان بصوا والقعده هنا كانت جميله بصراحه، كانت لطيفه. هي اول ما قعدت كانت مضايقاني شويه بسبب الشمس، طبعا كانت صعبه صعبه صعبه. لكن الفيو لما الدنيا بدات تهدى بقت جميله جميله جميله، والفيو رائع. يعني النيل قدامي وكان في نخل، وكان في كمان القاعات والنوادي، ومعظم الاماكن دي كلها كانت قدامي. فبجد كمان القعده كمان كانت حلوه، والنسيم الهوا كان جميل، وكان بصوا يفتح الذهن كده للمذاكره. خلاص بقى دلوقتي وكنت ابدا بقى في المذاكره. طبعا يا جماعه انا عندي المستر بتاعي دايما بيبقى عامل لنا كده برزنتيشن، حاجه بتكون على التليفون، الحصه بتاعتنا بيبعتها لنا برزنتيشن، يكون كاتب فيها كمان معلومات اضافيه كتيره واسئله وكلام من ده كتير كده. بجد بجد لو هعتمد بالكتاب بس، فالكتاب عمره ما مدينا اي معلومه قد ما المستر بيبقى كاتب لي. فطبعا جيت ابعت على التابلت، ما اتبعتش وكده، كان في مشكله في التابلت. فخلاص قلت ايه، هاخد انا التليفون افتحها من على التليفون، لان بحب اذاكر من على التابلت واقعد اكتب واخطط كده في التابلت، بقى ايه المذاكره فيه بتبقى سهله يعني. قلت احط التليفون واكتب انا كل المعلومات والاسئله الزياده اللي المستر عملها، وبعدين بدات ان انا اسيبه كمان، وبدات ان قلت ايه احاول استنتج انا واطلع انا الاسئله، واكتب انا، احاول اركز جدا واطلع انا كل الحاجات اللي هتدور حول الموضوع ده. قعدت كمان ان انا اذاكر واحدد الحاجات المهمه، وكمان اضيف حاجات واكتب اي حاجه لها اضافه بالموضوع. بصوا طريقه مذاكرتي في اليوم ده كانت شبه عشوائيه، لان انا كان بقالي فتره ما ذاكرتش، بقالي فتره كنت مقفوله جدا من المذاكره. فهو ده الحاجه اللي خلتني ان انا افكر ان انا اخرج وان انا اذاكر بره. يعني يا جماعه الادبي مش حفظ مش حفظ مش حفظ مش حفظ. كمان لان واحده قابلتني هناك انتي ادبي وتكلمني كده، لو انتي ادبي مش عارفه ايه حفظ يعني، انتوا كده كده بتوع ادبي ما بتذاكروش مش عارفه ايه. المهم كانت بتكلمني باسلوب مش كويس كده. لكن يا جماعه لا،
المناهج اتغيرت كتير 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 كتير. انا باجي اشوف بتوع ابتدائي بالمناهج اللي هم بياخدوها، اللي هو لا 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 لا، بقى في تغيير كبير 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 عما كنا بناخد. كمان دخلنا في ثانوي دلوقتي في منهج جديد، كل حاجة معتمدة على الفهم، ومش الحفظ مش عيب، ولا اللي حاجة معتمدة على الحفظ عيب، ولا كمان الأدبي في حاجة. هي حاجة تقسيمة، حاجة ثانوي عام معمول فيه مواد أدبية ومعمول فيه مواد علمية، كل واحد بيسلك طريقه على حسب ما هو حابب. أنا حابب الكيمياء والفيزياء، أنا حابب تاريخ وجغرافيا، حابب مواد أدبية أو حابب مواد علمية. إيه حسب الطريق اللي حابب ان هو يسلكه. ما طبيعي هم عاملين مقسمين علمي وادبي، لكل واحد له مساره. مش لازم ان احنا نمشي مع القطيع، مش لازم ان احنا نمشي ورا نشوف المراكب الاكتر ماشية فين والدنيا ماشية فين وكلام الناس والشكل وكل الكلام من ده. لا، كل واحد يمشي في الطريق اللي هو يكون حابب ان هو يمشي فيه. وربنا يكتبها باذن الله وادخل كليه كويسه واحقق اللي انا عايزاه من الطريق اللي انا دخلته وان انا اخترته، وما شمتش فيها حد ابدا، وارفع راس ماما. بتمنى 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 ان ادخل كليه كويسه، واي كليه انا هدخلها باذنك يا رب انا راضيه بيها. لكن طبيعي اكون حاطه احلام قدامي واهداف قدامي، وباذن الله باذن الله تكون ده اللي مكتوب لي، وتكون احلامي دي اللي مكتوبه لي، وباذن الله يكون ربنا كاتب لي الخير والاحسن منها اكتر بكتير بكتير بكتير. اتمنى ده. والكليات جميلة كلها جدا جدا، مفيش حاجة اسمها كلية قاع ومفيش حاجة اسمها كلية قمة. المبادئ دي او الفكر ده خلاص ده مش موجود. الرقي في التفكير ان احنا كلها علوم، حتى فنية تجارة، كل ده علوم، كل ده دراسة. يعني كل ده علم، كل واحد باختياره اتقسم العلم واختلف العلم عشان كل واحد وطريقه. افكار الناس عمرها ما كانت واحده، دماغ الناس عمرها ما كانت واحده، وكمان الشطاره والاجتهاد كمان معظم الحاجات دي مش بتبقى بديهيه كده من الانسان. ربنا بيكون حاطط في الانسان نسبه الذكاء بطريقه معينه، يحفظ بطريقه معينه. كل الكلام ده ادبي يا جماعه، فهم كله. ممكن معظم حاجات بتكون محتاجة حفظ، زي ما كمان العلمي بيبقى فيه القوانين طبيعي 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 تبقى محتاجة حفظ. مش هتقدر تحل اي حاجة غير ما هتكون حافظ، مش هتقدر تعمل اي حاجة غير ما هتكون حافظ. فهو نفس الطريقة اللي هنا هي نفس الطريقة اللي هنا، هنا حفظ وهنا فهم، هنا فهم وهنا حفظ. والاكترية معتمدة على الفهم يا جماعة، لان الاسئلة بتيجي بطريقة بهلوانية وطريقة بتلف بتلف بتلف. اللي هيكون في الوسط هو اللي هيكون عارف اكتر. معظم الناس بتكون بتوع علمي وجربوا يدخلوا ادبي وغيروا وحولوا علمي وقالوا احنا ما نفعناش في ادبي، وفي ناس برضو بتكون في ادبي ويقولوا احنا ما نفعناش في ادبي فدخلنا علمي. كل واحد في طريقه، كل واحد بصراحة على حسب ما هو مرتاح وحابب. كل علوم ربنا، والاجتهاد والمذاكرة حلوة. و مش عارفه والله. بس انا طبعا الفيديو يا جماعه ما فيش فيه اي اكتف خالص، ولا اي حركه، لان هو بس مشاركه كده وانا بذاكر. حبيت ان انا اصور فيديو بشارك معاكم وانا بذاكر. باذن الله في مرات تانية اوريكم حاجات اكتر وحاجات احسن، وكمان بوريكم بقى الفيو ووقت الغروب الجميل الجميل الجميل. قلت اوريكم الفيو بتاعنا جميل، قلت اوريكم انا كمان بقى قمت كل شويه بقوم يا جماعه باخد ريست بسيط كده، اتحرك شويه اقوم اتفرج شويه، مش عارفه هنا شويه كده. كل شويه كنت باخد ريست بسيط كده ليا. طبعا ورا كده في الترابيزه اللي كنت قاعده عليها الكبيره فجاه بقى فيها ناس كتير متجمعين، وناس تقريبا تبع علم وشعر وكلام من ده على حسب ما كنت سمعت. طبعا كانوا جم استعاروا مني برضو بعض الحاجات ورق وقريت. طبعا جعت، كنت واخده معايا بعض الحاجات كده انا فيها لما جوع وكده، عشان ولا انزل ولا اروح هنا ولا اجي من هنا. كنت واخده في شنطتي، واخده فيها إيه ميه، واخده فيها حاجات اكلها وكده معذره على صوتي، بس ممكن عشان انا كنت بذاكر، رغم ان كنت بذاكر بصوت واطي لكن حاسه ان انا زوري مبح، مش عارفه منين بصراحه
بعدين هنا خلاص بدأت ان انا افصل بقى خلاص، وخلصت مذاكرتي ويومي، وبدأت ان انا اوريكم تاني الفيو تاني. والقاعات كمان يا جماعة بدأت ان هي تشتغل، وبدأت ان انا اتفرج على بعض على يعني القاعة لو مفتوحة ظهرها انا شايفة كل حاجة. وكمان بقى الاغاني بتاعت ايه الدخول بتاعة القاعة بدأت ان هي تكون شغالة، بدأت ان انا اتفرج. شكل المكان بقى حلو، الاضواء كل شوية كانت بتقعد تتفتح تتفتح تتفتح. النوادي قدامي والمنظر قدامي بصراحة كان اجمل بكتير 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 من التصوير. بجد بجد كان جميل جدا. ويا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم، وسلام.